معالي الرئيس، احنا بس حبينا نعرف أول شيء شنو استجد على الساحة علشان يجينا هذا الحين في جلسة استثنائية. هل صار في شيء جديد؟ يعني ما ضرورة يعني طرح قانون ظل في أدراج مجالس التشريعية 13 عام. وش السبب اللي الحين مطلعينه؟ هل في يعني انفلات في الساحة الإعلامية؟ هل وزارة الداخلية مقصرة في ضبط أو الجرائم الإلكترونية مقصرة في أداء دورها؟ يعني احنا حابين نعرف بس قبل لا نصوت ان شنو وجه الاستعجال في جلسة استثنائية وتؤجل قوانين اكثر اهمية. وانا بصراحة اول من قدمت التعديلات الى لجنة الخدمات، لكن للاسف لم يتم الاخذ الا بتعديل واحد. انا كوني صحفية، انا ممارسة الصحافة، بنت الصحافة، فليش ما خذيتوا برايي؟ انا اتكلم عن الصحفيين بلسان الصحفيين، احمل القلم، فليش ما خذيتوا رايي واحنا اهل الاختصاص؟ انت اليوم لابد من فصل الصحافه عن الاعلام الالكتروني، لابد من تشريع يحمي مهنه الصحفيين. بعد هذه الماده وبقيه المواد اللي تخلط الاعلام الالكتروني والفاشينيستات وكل من يحمل الهاتف للسيلفي لكرييت يعني او خلق اعلان، انت كذي تخلي هذه المهنه، مهنه الصحافه، مهنه من لا مهنه له، مع الوضع في الاعتبار أن عندنا قائمة من العاطلين مال الإعلام والعلاقات العامة. اليوم الوزير سعادة الوزير يتكلم عن أن الصحة هناك مزاولة المهن الصحية، أيضا هناك للمحامين عندهم تراخيصهم الخاصة. إحنا الصحافة ما يصير قانون يشمل الإعلام الإلكتروني وكذلك الصحافة اليوم قاعدين على المنصة، لهم كل احترام والتقدير وتحية لهم، احنا وياهم في هذا القانون إلى الصحافة الموجودة، الصحافة الرسمية. لكن كل من فتح له حساب تويتر أو جاء للأسواق وعمل إعلان أو هاوي أو فاشينيستا نقول عنه صحفي؟ ما يصير. أنا اليوم بدافع عن مهنتي، بدافع عن الصحافة اللي احنا ندرس فيها ونشتغل فيها سنين، عشرات السنين في الصحف، علشان احنا تكون عندنا ترخيص لمزاولة هذه المهنة. الصحفي اليوم قد يكون مراسل، قد يكون كاتب عمود، قد يكون مصور، قد يكون رسام كاريكاتير، قد يكون مراسل تلفزيوني أو إذاعي، قد يكون صاحب صحيفة إلكترونية أو مدونة صحفية أو صفحة إلكترونية اجتماعية تنشر فيها المقالات الرسمية. هذا هو الصحفي. الصحفي اليوم يحضر المؤتمرات، هو خالق للخبر، هو صانع للخبر وليس سارق الخبر. هناك فرق بين واحد فاتح له حساب يكبتشر أخبار الصحافة الرسمية وينزلها ونجي نقننه تحت مظلة قانون الصحافة ونقول هذا بعد صحفي. لا، هذا مو صحفي. الصحفي هو الذي يصنع الخبر، أما البقية أصحاب المواقع الإلكترونية هذا عالم آخر، فضاء آخر. هذا ممكن يكون تحت مظلة وزير التجارة، ممكن يكون تحت مظلة وزير العدل إذا كان محامي عنده منصة، مثلا منصة يتكلم فيها عن القضايا ويوعي فيها، وأحيانا إذا قام بإعلانات أو عمل إعلانات لازم يكون ترخيص من وزير التجارة. فسعادة الوزير لا يمكن احنا نسيطر على الفضاء الإلكتروني بهالطريقة. أنت تسيطر على الفضاء الإعلامي، أنت تسيطر على أو تقنن الصحافة، كل ما ينشر كصحافة. معالي الرئيس، أرجو النظر في إعادة الغرامات، حيث أن الغرامات جدا مبالغ فيها 5000 دينار، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن بعض الأحكام المتعلقة في قانون العقوبات مثلا ابتزاز الآخرين 50 دينار ويطلع 50 دينار إذا ابتز بصورة أو شيء، هاي قانون العقوبات تقول لك 50 دينار. بس اللي فهمته أنا مسامح، اللي فهمته أنهم شالوا الحد الأدنى، يعني ممكن القاضي عنده حرية حتى 10 دينار ممكن يحكم عليه. معلش، لكن خلنا نخلي الحد الأقصى 2000، نرجع للنص الأصلي 2000 بدون حبس، لأن أنت بالنظر قياسا إلى عقوبات مجرمة، عقوبات شرف يعني تصل إلى ابتزاز الآخرين بصور مفبركة، إن 50 دينار هناك في قانون العقوبات، بينما هنا أن من فتح لموقع أو أي كان بدون ترخيص 5000. يعني أحس العقوبة جدا يعني كبيرة العقوبة. خلنا نقترح نص أن احنا 2000 دينار، نفس السابق، النص السابق 2000 دينار بدون الحبس. شكرا. معالي الرئيس، أنا أقترح حذف ونشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها
وإدخالها البلاد أو صدرت نسخها طبقا لأحكام المواد السابقة. الرأي ذلك لأن إحنا مع تطور حرية التعبير وتبني الدولة لمبادئ السلام والحريات، لا يكون مقبولا اليوم أن يتم منع تداول المطبوعات أو صدور قرارات بمنع إدخال أي منشور إلى البلاد. يعني هذا النص قديم، فأنا أقترح أن يتم إلغائه وحذفه، أو أن يتم الحل الثاني أن يتم تحديد ما هي هذه المطبوعات الممنوعة، توضحونها إلينا علشان الناشر أو اللي يتداولها ما يتداول مثل هذه الأشياء. لأن احنا في عصر الحريات اليوم ونتغنى اليوم بحرية الصحافة، ما عندنا يعني مطبوعات تصادر. فهذا رأيي. شكرا.